سلامات، شلونك حبيبي عنك؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله امورك تمام. شذى الحسين من لجنة مبادرة حرية القائد في الطبقة. فاليوم من خلال حملة التواقيع هذه التي هدفها هي إيصال صوت الشعب والشعوب بكافة إلى العالم أجمع، وخاصة لجنة مناهضة التعذيب CPT التي قامت بزيارة جزيرة أميرة التي يوجد فيها القائد عبد الله أوجلان. فحملة التواقيع هذه هي لبندين وهدفين أساسيين، هو إنهاء العزلة على القائد عبد الله أوجلان لرؤية محاميه ورؤية ذويه للقائد عبد الله عن صحته، والبند الثاني وهو الأهم هو الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. فما ذكرنا إقبال الأهالي على هذه الحملة التواقيع لأنه عرفوا مدى هدف هذا المشروع. طبعا بالتأكيد ليس فقط في مدينة الطبقة، المدينة فقط، هي الطبقة وأريافها أيضا، طبقة منصورة جرنية سويدية محمود لأي الأماكن أرياف الطبقة كما ذكرنا. فمن هنا من الطبقة انطلقت الحملة الفترة الماضية القريبة، وسيتم إعلان إنهاء هذه الحملة في أواسط الشهر الثاني، شهر شباط، الذي أيضا يزامن هو المؤامرة أو المؤامرة الدولية على القائد الذي كانت في 15 من شباط، هو اليوم الأسود الذي يقارب وندخل في السنة 24 من اعتقال القائد عبد الله أوجلان. تسلموا.